اروح نوريكم كيف تقدروا تحضروا بيتزا كيما تاع المحلات غير في الفرن تاع الدار بالطريقه راح تخليها لكم تخرج منبله وما تخليوها تخمر 24 ساعه ما والو. نسحقوا فيها كاس تاع الماء يكون دافي، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز ومغرفه كبيره تاع العسل. نذوبوا شويه هذيك الخميره ونضيفوا نص كاس تاع الفرينه، نخلطوهم مليح ونخليهم يختمروا واحد 10 دقائق. هنا بعد ما تختمر هذاك الخليط نزيد المكونات الأخرى اللي هي مغرفة صغيرة تاع حليب بودر، مغرفة صغيرة تاع الملح، وربع كاس تاع الزيت، ومغرفة صغيرة تاع الخل. الحليب بودر تقدروا ما ديروش. هنايا نضيف الفرينة، ضفت واحد 2 كيسان تاع الفرينة ونخلطو. نبقى نضيفو في الفرينة حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية متلاصقة كيما تاع المحاجب، ماشي شاده روحها، لازم تبقى طريه. دوك نوريكم قوامها. هنا بعد ما وجدت لي العجينه درت شويه زيت باش نقدر نتحكم فيها، وشوفوا قوامها كيف يكون، يعني تكون نوعا ما متلاصقه ما تيبسوهاش. هنا العجينه راهي واجده، نغطيها ونخليها تخمر. كل ما خليتوا العجينه تخمر لكم مليح كل ما راح تخرج لكم بزاف مليحه. انا خليتها واحد نص ساعه ولا 45 دقيقه، نسيت اكزاكت شحال. هنا بعد ما خمرت العجينه شوفوا كيفاه تلقاوها، يعني تشكل فيها هذاك بيت العنكبوت. هنا تعرفوا بلي العجينه تاعكم راهي هايله ورطبه، راح تخرج لكم بيتزا ما شاء الله. لميت العجينه وبعد قسمتها على 3 حبات. تدهنوا كاش بلا ولا بالزيت وتحطوا البيتزا تاعكم وتزيدوا تغطيوهم ويخليهم يخمروا نص ساعه واحده اخرى. المهم كي يكون الجو دافي راح يخمروا ليه، اذا كان بارد لازم تخليوهم حتى يطلعوا. هنا نجي نحضر صلصه البيتزا. انا حندير صلصه بيضاء، مانيش حندير صلصه حمراء. جبت جبن تاع البايض، ديروا اي نوع راكم حابينه، وقرعه تاع الكريم فريش، وزدت ربع مثلثات تاع الفرماج. تقدروا ما ديروش الفرماج مثلثات، ديروا غير هذاك الفرماج العادي. درت ملح، الحبق، ورشه تاع الثوم بودر، وخلطتهم. هنا لاصوص راهي بزاف بنينه، جربوا هذا لاصوص راح تعجبكم بزاف. هنا جبت فلفل، زيتون، شامبينيون وفيونداشي، وبطبيعه الحال كلش اختياري، ديروا واش تحبوا من الفوق. جبت بابي كويسون، درت له رشه تاع السميد راح يمدلها قرمشه من تحت كيما تاع برا، هذيك تجي بزاف هايله. هبط العجينه بالشكل اللي شفتوه وتبقيو تاع تفتحوا فيها غير في النص، الحواشي ما تمسوهمش باش يجيوكم هشاش ومنفوخين. سيو تبسطوها شوي في الوسط، ما تخليوهاش خشينه. وبعد ما فتحتها درت لاصوص اللي حضرناها قبيل، درت الموتزاريلا ونجي ندير فوقها الفلفل، الزيتون، الفيونداشي، ندير شي اللي وجدته. وهنايا الفور ديجا يكون سخون، لازم تشعلوه على اقصى درجه، يكون شاعل من الفوق ومن التحت، لازم يشعل من الفوق ومن التحت. وتكونوا حاطين الطاجين يسخن فيه، الطاجين اللي طيبوا فيه الكسره ولا المطلوع كيما تحبوا، تقلبوه وتحطوه فوق الشبكه هذيك تاع الفور وتخليوه يسخن. دوك نوريكم كيفاه راه. هنا هزيتها زوع بطبسي ولا بهذه الشبكه اللي طيبوا فيها البيتزا كيما تحبوا، ونحطوها فوق الطاجين. شفتوا الطاجين كيف راه محطوط على وجهه، وحطوه في الرف التحتاني خلاص تاع الفور، ما ديروش في النص، حطوه من التحت باش يحكم لكم بزاف السخانه. وتنقلوا البيتزا بالشكل اللي شفتوه. يعني طريقه سهله ماهيش حتدي لكم بزاف وقت، لي تتنفخ عسوها وراح تخرج لكم خفيفه هشيشه منبله كيما راكم تشوفوا، تجي ما شاء الله في الطاجين. جربوها بهذه الطريقه. بعد ما تخرجوها من الفور ديروا فوقها رشه تاع زيت الزيتون، راح يمدلكم مذاق ما شاء الله ثاني. وتقطعوها وراح تحصلوا على بيتزا هشيشه بزاف. لباكم الحواشي تاعها انا مانيش موالفه ناكلهم، بصح تاع هذه كليتهم جاوني تقول سفنج ما شاء الله. وما تنساوش تشتركوا في قناتي سبيسيال كويزين دي زاد باش يوصلكم كل جديد. وجربوا هذه الطريقه ورجعوا لي بالخبر في التعليقات، واذا قدرتوا ثاني صوروا لي تطبيقاتكم. وبسلامه الى فيديو